السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة وفي احسن حال. بصوا حبايبي، دي كده بقى اول ما صحيت من النوم خالص، يا دوبك ملك نزلت المدرسة. ده يومي بقى اللي كل يوم يعني بشوفه. بصوا انا هنا خلاص سيقت روقت السراير. بصوا انا كل ما اغسل الستاير وبغسل الجدران بيريحني بقى. بعد كده اجي بقى بعد كده يا دوبك اروق السراير واسيق الارض. الديتول ده ريحته جميله قوي، بحط شويه ديتول على شويه ميه وادعك الارض بالفرشه عشان لو في حاجه بتلزق، حاجه مكان رجليهم، حاجه كده تطلع، واقوم مسيقه. الموضوع ده هيريحكوا قوي، جربوه. تدعكوا كده الارض بالفرشه، بصراحه بتبقى جميله. لو في شويه عفره، في شويه بتاع، تلاقي الارض بتبرق زي ما انت شايفه كده. وبقوم بقى فرشه الاوضه بتاعتي بالحافظه، بشغل المروحه واقوم فرشه الاوضه بتاعتي كده بالحافظه. المروحه طبعا شغاله اهيت، وفاتحه الشباك وقافله الستاره. كل يوم بالليل بقفل الشباك وبقفل الستاره برضو عشان الهوا. والدنيا سقعت بقى، فيها لسعه سقعه. هنا بقى فرشت الحافظه دي عشان انا عينت الفرش بتاع اوضه الاطفال. لو اشتريت جديد باذن الله هفرشه، لو ما اشتريتش هعينه عشان افرشه في العيد. كل سنه وانتم طيبين. هنا بقى ده علاج محمد اخد الدور. هو محمد من ساعه ما اخده بيخف منه حبه حبه. ربنا يعافي اطفالكم جميعا. الدور ده ماشي. الكوبايه دي بقى فيها فيها خل وملح وحاطه ليمونه. اللي قالوا لي ما ترشيش ملح على الارض ولا تسيقي بملح وميه عشان بيضايق وفي اسياد في البيت او حاجات زي كده بيتضايقوا. فانا عملت الطريقه دي عشان تسحب الطاقه السلبيه وتحط طاقه ايجابيه. جربوها برضو هتعجبكم. بتخليكي مرتاحه جدا، بتحسيك براحه نفسيه فظيعه. هنا بقى دي اوضه محمود. انا قلت اغير له، كنت لما الغسيل قلت بقى خلاص اغير له بقى الملايه، عشان محمود لما بيبقى عنده برد بغير له الملايه على طول، عشان لما يخف بيتعدى تاني من الملايه. فانا بغيرها له اول باول وبشمس له البطانيه. فهنا بقى خلاص انا مطلعه له بطانيه ومطلعه له دفايه وكنست الارض وغيرت الملايات. وخدت الطبق الغسيل بقى، رصصت هدوم محمود في الدولاب، وخدت الباقي عشان هدوم عيالي ارصصهم في دولاب الاطفالي وكده. بصوا بقى اوضه محمود دي لقيت فيها حاجه. هم قالوا الليمونه دي لو باظت بتسحب التعب. ففعلا الليمونه اللي كانت في اوضه محمود باظت، لكن الليمونه اللي كانت في اوضتنا رغم ان محمد تعبان بس ما باظتش. فهنا بقى شلت كوباية الخل والملح، غيرتها برضو في أوضة محمود وغيرتها في أوضتنا وغيرتها في الصالة، عشان كل يوم لازم تتغير هي بأي معايير. هنا بقى محمد فرشاله في الأرض ومنيماه. أنا خلاص شتت له عشان صدره وكده وهو تعبان. بصراحة أنا يعني الفترة دي مهتمية بمحمد جدا، هو اللي ورايا هو اللي قدامي بصراحة. لأن محمد مش بيقدر يقول هو عنده أو تعبان حاسس بإيه. فبيبقى كل اهتمامي مع محمد. هنا بقى الصالة زي ما انتم شايفين مش متبهدلة قوي، لان انا كنت عند ماما امبارح. فطبعا ما حدش لعب في الصالة خالص، كل هلكنا كان في الاوض. هنا خلاص بقى نفضت كده الستارة وكنست الارض كنسة نظيفة وروقت الركنة. وجبت القط والفار ده بشغله على طول عشان مريم، وكمان بيلهي محمد شوية. وكنست هنا برضو السجادة دي. بصراحة الموضوع بتاع الخل والملح ده حلو جدا جدا جدا، بس لازم تغيريه كل يوم. هنا بقى ملك كل يوم طالعة من المدرسة لازم تاخد حاجات حلوة من خالتها وكده. فهي كل يوم بتجيبهم لي وانا احطهم هنا لحد ما تاكلهم، او اختها تاكلهم وكده. هنا بقى خلصت الركنة وخلصت الصالة. دخلت بقى علقت على الغسيل. كان عندي غسيل ملك بتاع المدرسة. هي طبعا عندها كذا غيار، فانا قلت اما بغسل سلوبتات محمد وهدوم ملك وهدوم مريم وكده، قلت معلق على الغسالة بالمرة. هنا بقى كان ده غدانا. عملت مكرونة حمرا وبطاطس محمرة وسلطة وبتنجان مخلل. بصراحة كانت أكلة جميلة. هنا بقى محمد قلت ألعبه شوية كده واصوره لكم وانا بلعبه. كنت بديله علاج السخونية وكده. وهو بيحبنا اكلمه. يعني بابا يجي عايز بابا يكلمه، انا اجي عايزني اكلمه. فانا هنا بقى قاعده عماله اكلمه والعبه. لان من بعد ما ملك بتيجي من المدرسه
خلاص اليوم خلص، بتفضل بقى تروح في دروس، ومريم تروح في دروس، ومحمود بيجي بقى بقعد اغديه. بيبقى خلاص اليوم خلص ما بين محمود وما بين ملك وما بين مريم وبين المذاكرة. مريم بتذاكر، ملك بتذاكر كتير قوي اكتر من ملك كمان، لان بيبقى عندها دروس خارجية يعني عربي وحساب وانجليزي، وبتروح كذا درس غير الدروس بتاعتها غير المدرسة. فبتبقى محتاجة مذاكرة كتير، كل مادة وكل درس بيبقى محتاج مذاكرة، وكل مدرس يكلمني اتكي في الحتة دي، ذاكري مش عارف في ايه. فبضطر اذاكر معاها عشان اعرف اذاكر لها واحفظها ومش عارف ايه، وطب هديكي طب هعملك. فملك بتحتاج متابعة جامدة. هنا بقى خلاص بلعب محمد ما شاء الله، هو حجمه صغير بس الكاميرا بتكبر. فهنا بقى ملك خلاص كانت رايحة المدرسة. ربنا يا رب يخلي لنا أولادنا جميعا يا رب يحفظهم لنا. انا بصراحه مع ملك مرتاحه شويه، لان عندي اخت ساعات بتجيبها لي، ساعات عيال اختي بيجيبوها لي، ساعات بيودوها لي. فبصراحه الموضوع ده مريحني قوي، فمش حاسه بالمدرسه ولا بتعب المدرسه بصراحه. لكن غير كده ما بتعب جدا. ربنا يوفقك.